السبايدر مان مالوش لازمه يا جدعان. اللي عليك اخواتي عاشقين المجلدات، حد يضيف الاحتفال ده للمجلد بتاع احتفالات ملاش اي 60 لازمه. يا ريت بعد ما يضيفوا يبرموا كده ويلبسوا. كنت طاير من الفرحه انت يا غريب النهارده بعد ضربه الجزاء دي، بس ما تقلقش ملحوق، والله انا مقدر جدا احتفالك وفرحتك جدا كبرشلوني دلوقتي بالتعادل والتعثر ده. وفعلا التعادل مش في مصلحه اي حد غير البرشلوني، عشان ده بيأخر الفرقتين تقريبا. بس برشلونه يعني مع احترامي ليك انت هتتعثر ماتش ماتشين كمان عادي. الكلام ده مثلا نقوله لواحد بيسابق بيجري ورا هوان ورانا، يا ابني انت بتخسر من اي فرقه في الدوري اصلا. اخواتي انا مش عارف اموف اون من الكره اللي بتاع بلينجهام اللي جت في العارضه دي. الكره اللي جت في العارضه دي لو كانت دخلت هي، والكره بتاعت رودريجو اللي لو كان باصها لفالفيردي كان هيباصي لمبابي وجول. الموضوع اقسم بالله بسيط قوي يا جماعه. الكره كانت جميله قوي والله، بس كنا سهل قوي نخرج يا كسبانين فرق 2 كمان عادي. قسما بالله يا ابني انت فقاعه صنعتها الارفصه الدفاعيه فقط لا غير. كان انت والارانب المشنشه اللي بتلعب بيها بقالك 100 سنه دي، ولا انت لا انت بتكبر ولا هم بيكبروا ولا بيعتزلوا ولا بيمشوا من لا هم ولا العبيط. انا مش عارف الواد سيميوني ده بيلعب كوره ازاي. مش هقول لك بيلعب في اتلتيكو مدريد ازاي، الواد ده ما يلعبش اصلا في اخير الدوري الاسباني. انا اول مره اشوف واحد طوله زي عرضه، يعني هو عامل زي المربع شبه سبونج. هو الحاجه الوحيده المميزه فيه ان هو شبه ابوه.